نادي الزمالك بيتصدر الدوري المصري مع النادي المصري. الزمالك النهارده من بدايه السيزون بيقول انا موجود، انا حاضر، انا هاخد الدوري ده. هتقول لي يا عم هياخد الدوري ازاي؟ ده لسه بيخرج من مشاكل، هو اساسا يوميا بيخلق مشاكل. مره ايقاف، مره مشكله في الارض بتاعتهم اللي مش عارف فين، مره في مشاكل. النادي كله مشاكل، فبالتالي ازاي هيتصدر؟ انا هقول لك نادي الزمالك بادئ ازاي. نادي الزمالك جاب صفقات، وعلى فكرة صفقات متواضعة جدا. انا لما بقول الزمالك تعاقد مع صفقات مرعبة بهزر. الحقيقة ان نادي الزمالك تعاقد وجاب صفقات متواضعة جدا جدا جدا. بس الزمالك ده عامل زي المدرسة الثانوية العامة. الثانوية العامة ده بيدخل فيها الطالب لازم يشتغل أول سنة وتاني سنة وتالت سنة على أكمل وجه، لأنه لو ما اشتغلش هيسقط وهيودع. غير الأندية التانية اللي بتاخد اللاعب جاهز فبيدخل شاطر، بيجي شاطر بس بيجي بمبلغ كبير. الاهلي لما يتعاقد مع لاعب بيجيبوا اقل حاجه بمليون 2 مليون دولار، اقل حاجه في السيزون الواحد. اما نادي الزمالك بيتعاقد بملاليم، بعقود يمكن احنا ما نسمعش عنها اساسا، ما بنشوفش اخبار ولا الاعلام ولا الصحفيين بيتكلموا على عقود اللعيبه او اجور اللعيبه اللي جايه جديد في نادي الزمالك. ليه؟ لان الاجور بتاعتها ضعيفه، لان هي اساسا جايه من انديه متواضعه. فالزمالك بيعمل في اللعيبه دي ايه؟ الزمالك بيحول اللعيبه من لاعب داخل في مربع التواضع واللعب البسيط الى مربع تاني اسمه مربع الاحتراف. الزمالك بيوصل اللعيبه لمرحله الانديه العربيه والمصريه بتجري وراها، رغم ان النادي متواضع، بس المشقة والتعب والعناء والشهرة بتحول اللاعب من لاعب طبيعي للاعب محترف ولاعب مخضرم. فالصفقات اللي الزمالك تعاقد معاها صفقات متواضعة جدا وبسيطة جدا وصفقات عادية جدا. بس تعال نشوفهم بيعملوا ايه. لا انا شايف اللعيب هو اسمه بنزانا ولا اسمه صعب والله. اللاعب ده بادئ مع الزمالك بداية محترم. اللاعب ده كان بيخاف يهجم، اللاعب ده المفروض يدخل في منطقة 18 على طول، لان ده مكانه كان بيخاف يدخل، مش عارف يعمل مع الكرة ايه. اول ما الكرة جات له بصاها دخلت هدف، وفي لسه في بدايته مع نادي الزمالك. فالزمالك بدأ بدايه بلعيبه متواضعه لسه هتبدا تخش في المدرسه سنه اولى ثانيه ثالثه. الكلام ده مش بالسنين عند نادي الزمالك، الكلام ده بالشهور. يعني شهر 2 3 اللاعب ده خد الثانويه العامه في الزمالك ودخل على الكليه واعلى الكليات كمان. فالزمالك بيبدا بدايه محترمه متواضعه بالصفقات الموجوده معاه اللي جايه برواتب بسيطه، وبعدين بيبدا يوصلهم لمرحله الانحراف. فالاحتراف الاحتراف. فالزمالك الفتره الحاليه اللعيبه اللي موجوده معاه هتعمل مباريات فوق المحترمه. يعني انا مش عاوز اخرج من دايره التواضع غير بعد على الاقل خالص 10 ماتشات، وبعدين هندخل بقى بره دايره التواضع وهنقول الزمالك بدا يلعب بجد، بدا يخوف، بدا يعمل تمريرات حاسمه، بدا يكون في حركه، بدا ياخد ماتشات كتير. ساعتها اقول ان الزمالك خرج من مربع التواضع لمربع الاحتراف، وده اللي هيحصل قريبا ان شاء الله. والسلام.